ما جينا هني إلا نبي مصلحة الكويت ومصلحة بلدنا، وهذه فزعة شخصية مني أنا إني لا أترك المجال ولا الباب للعابثين أو المتسلقين. نحن أتينا هنا لنقول كل كلمة للكويت. الكويت فوق الجميع، نعم الكويت فوق الجميع. كما تعلمون يا أخوان بأن سبب الحل هو كان بسبب التحديات الاقتصادية القادمة، وأنا أقول من هذا المكان المبارك بأن نعم هناك تحديات اقتصادية يعلمها المجلس السابق، ولكن للأسف تخلى عن مسؤولياته وتخلى عن دوره. نعم الحكومة مقبلة على تحديات، على فرض رسوم وفرض ضرائب، والله الذي لا إله إلا هو قد يكون هذا التأمين التقاعد اللي نعتقد بأنه تأمين هو هدية من الحكومة للمتقاعدين، ولكن هي مقدمة، نعم مقدمة لمزيج من الضرائب، وهذه استثناء الشريحة هذه حتى يكون جميع المواطنين سواء كان مستوصفات مدارس تفرض عليهم ضرائب. والله ما تروح المستوصف إلا فلوسكم مخباتي، ولا تروح للمدارس إلا وتدرس عيالك إلا فلوسكم مخباتك. نعم حنا مقبلين على مس لجيب المواطن بشكل مهيل، لذلك وأيضا للدور المطلوب منا كمرشحين في المرحلة القادمة، نحن نقول بأننا قادمون للإصلاح، قادمون لمحاربة الفساد، قادمون لكل كويتي شريف نصون ماله ونصون عرضه ونصون سمعته، لا للقبلية ولا للطائفية، نحن كلنا كويتيين. أتينا هنا لنمثل صوت كل كويتي شريف. أنا نزلت في هذه الانتخابات مستقل، وأسأل الله التوفيق لي ولكل شريف ووطني في هذا البلد، وعسى الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله.